أنباء جديدة تفيد بأن الجيش المغربي قد شن هجوما دقيقا أسفر عن تدمير 12 ناقلة من طراز BMP، إضافة إلى عربات ودبابات من المعدات السوفيتية القديمة كانت تحاول ميليشيات البوليساريو نقلها من المنطقة العازلة. كان الهدف من ذلك تفادي اكتشافها من قبل الطائرات المسيرة المغربية، وهو ما حدث بالفعل. كشف أحد الصحراويين في تسجيل صوتي تم تداوله عبر قناة علي بريش على موقع يوتيوب أن الطائرات المسيرة المغربية أثارت حالة من الرعب النفسي في صفوف قيادة البوليساريو، خاصة بعد الضربات الجوية التي دمرت عشرات الآليات العسكرية في قصف دقيق. ووفقا للمصادر تم تدمير 12 ناقلة من طراز BMP وعربتين مكشوفتين، بالإضافة إلى 20 دبابة قديمة من الطراز السوفيتي. وأضافت مصادر إلكترونية أن الطائرات المسيرة المغربية قد نفذت غارات على رتل عسكري كامل تابع للبوليساريو في الأيام الأخيرة، حيث أكد أحد أعضاء الميليشيات أن الطائرات دمرت ما مجموعه 39 آلية عسكرية. رغم أن الخبر تم تداوله من قبل مؤيدي البوليساريو في محادثات صوتية على مجموعات واتساب، لم يؤكد أو ينفي الجيش المغربي هذا الخبر، حيث يلتزم الجيش المغربي بعدم إصدار أي بيانات رسمية عن عملياته العسكرية. ورغم ذلك يواصل الجيش المغربي استخدام الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع البوليساريو، فيما يظل الجيش المغربي مستعدا لتحريك آلياته العسكرية المتطورة في حال تدخل الجزائر ودعمها للبوليساريو، وهو ما قد يدفع المغرب إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما في حال تجاوزت القوات الجزائرية الحدود المغربية.